السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي الغاليين؟ يا رب تكونوا بألف خير يا رب. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بنية تفريج الكروب لينا وليكم جميعا يا رب يا حبايبي. أنا النهاردة عيالي كانوا من أول الصبح عمالين يزنوا عليا يقولوا لي يا ماما ودينا ملاهي ودينا ملاهي، نفسنا نتفسحوا. احنا في الأجازة ونفسنا نروح نتفسح ونركبوا الملاهي، يعني عشان اهرب منهم من غير يعني مزاعلهم مني، يعني ولا اقعد اقول لهم ما معيش ولا الظرف. فحبيت الهيهم كده، ضحكت عليهم وقلت لهم طب ايه رايكم نجيبوا ذره ونشوها، وانا مش هشويها، هشوف شوي مين فيكم الاحلى وبعد كده هخليه هو اللي يشوي لنا على طول لما نجيبوا ذره. يعني لهيتهم بالكلمه دي، طبعا فرحوا وقعدوا يقولوا ماشي خلاص انا هشوي وانا هشوي. ده يعني كل واحد قاعد يقول انا هشوي واحد وهشوف شوي. فعملت زي بينهم مسابقة كده، زي مسابقة اللي بيشوي احسن واحد هيشوي لنا على طول. طبعا انا يعني من جوايا كنت متضايقة ان هم في اجازة وتعبوا طول فترة الدراسة، ومن حقهم اطفال برضو يروحوا ملاهي، بس ان شاء الله تتعدل وربنا يفرجها عليا باذن الله وما احرمهمش من حاجة ابدا، واوديهم الاماكن اللي هم عاوزينها كلها يا رب يا رب يا رب يا رب. انا دايما والله العظيم يا حبايبي في دعواتي دايما ادعي واقول يا رب ارزقني عشان خاطر عيالي، اعمل لهم واحقق لهم كل اللي نفسهم فيه، ما خليهمش محرومين من اي حاجة، واللي اتحرموا منه واللي كان نفسهم فيه وحرمتهم منه عشان الظروف اللي انا فيها، يا رب يا رب افرجها عليا عشان احققه لهم. هما ان جيتوا للحج والله يا حبايبي ان هما يعني حاجات كتير نفسهم فيها، والله والله حاجات كتيرة نفسهم فيها. يعني الواد نفسه في عجلة، يقول له ماما انا نفسي في عجلة، يعني هاتيلي عجلة نفسي العب بالعجلة زي اصحابي اللي بشوفهم. البيت تقول لي يا ماما انا نفسي في عرايس كتيرة خالص العب بيها، واسرح لها شعرها واحط لها توك والحاجات دي كلها. الصغيرين يقولوا لها ماما نفسنا في بندقية، نفسنا في مسدس، نفسنا يعني بصوا. واللي يقول لها ماما عايزة اروح ملاهي، اللي يقول لها ماما عايزة اروح مش عارفة يعني بصوا هم نفسهم في حاجات كتيرة خالص، وانا بصراحة ربنا يعني ما حققت لهمش ولا حاجة من اللي بيقولوها لي واللي بيطلبوها مني. فيعني قلت احاول يعني ان انا ادخل على قلبهم السرور باقل حاجة، بابسط حاجة، ويعني انسيهم ان هم يبطلوا يزنوا عليا طول اليوم، يعني لان كل يوم من ساعة ما اخلص امتحانات وهم يقولوا لي يا ماما ودينا مكان شكل، هاتيلنا كذا هاتيلنا كذا ودينا كذا. فيعني ان شاء الله باذن الله يا رب ادعوا لي حبايبي، ادعوا لي ربنا يفرج عليا ويرزقني عشان خاطرهم هم، بس عشان احقق لهم ولو جزء من اللي نفسهم فيه. بس انا شويت اول واحد، قلت لهم انا هشوي اول واحد اوريكم بتتشوي ازاي وبعد كده اعملوا انتوا ورايا. فقالوا لي ماشي. فانا يعني عشان بس برضو النار، يعني ما حبيتش ان حد فيهم يبدأ الاول، فقلت الاول عشان النار بس لازم الاول اوريهم انا بس، وان شاء الله خير باذن الله. يعني النهارده والله يعني كانت النهارده كان ولدي الوسطاني هو في رابعة ابتدائي، يعني كنت بعتها يجيب لنا فطور يعني طعمية وفول، فجاء لقيته عند رقبته كده محروق، يعني نتوير حرق، وعند ايديه في دراعه، فلقيته جاي بيجري وماسك رقبته وبيقول يا ماما الحقيني الحتة دي وجعاني خالص، اعملي لي فيها اي حاجة. فانا اترجفت وهو حاطط ايده على رقبته، انا افتكر حد عوره او في حاجة، فاما لقيته بيتألم جامد وبيبكي فبشيل ايده كده، فلقيتها حروق كده عند رقبته وعند دراعه. فانا اترجفت واتلهيت وقعدت اضرب على وشي، اقول له مالك في ايه اللي حصل لك، قول لي ايه اللي حصل لك. فبيقول لي يا ماما وانا بشتري الفطار
فهو كان جنب الراجل اللي بيبيع فول وطعمية في زي قهوة كده. فالراجل اللي واقف بمولع فحم فبيهوي على الفحم، اتنطور عليه حاجات كده من الفحم، جت عند رقبته ودراعه. الواد بيقول لي قعدت ماما اتنطنط في الشارع وفلتت الحاجة من ايدي، والناس اتكبوا على رقبتي مية وعلى ايديا ويعني ايه ومشى. فبصراحة اتضايقت والله، يعني قلت يعني يا ربي الحمد لله رب العالمين، وحمدت ربنا انها جت على كده. بس من جوايا اتضايقت، قلت الله المستعان. اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. الحمد لله يا رب إنها اتسترت. بس الواحد برضه اما بيشوف حاجة زي دي بيتضايق برضه، ضنايا وعيالي دول. أنا مش يعني مش بالساهل تربيتهم معايا ولا أنا. عارفين يا جماعة والله العظيم أنا كنت يعني منزلة كده يعني جملة كده، ولدي شافها على المنتدى عندي على القناة. فولدي شافها فلقيته داخل لي بيبكي وعمال يطبطب عليا، ولدي الكبير. ربنا يحميه يا رب ويهديه عليا يا رب وعلى اخواته. فلقيته بيقول لي يا ماما انا عارف ان انتي زعلانة، وانا حاسس باللي انت فيه وانا عارف. ولقيته بيقول لي كلام كده كتير يعني اكبر منه. المشكلة انه هو يعني بيحس بلحظتها وبعد كده بيرجع. يعني هو عصبي شوية يعني ما بيتحكمش في اعصابه. فالمهم قلت له يا ولدي انا ربنا عالم جوايا انا لو عليا الدنيا دي ما تلزمنيش. انا من بعد ما والدتي ووالدي توفوا وانا اتلطمت واتبهدلت من ده ومن ده ومن ده ويعني شفت بما فيه الكفاية. شفت اللي والله ما شفته في عمري كله، انا شفته في الكام سنة اللي والدتي ووالدي توفوا فيهم. فقلت له انا لو عليا انا الدنيا دي ما تلزمنيش. انا متحملة كل اللي بيحصل وكل اللي انتوا شايفينه وما شايفينهوش عشان خاطركم انتوا. نفسي تطلعوا ذرية صالحة، تطلعوا برين بيا لما اكبر. تعوضوني عن الذل والايام اللي شفتها عشان خاطركم واللي تحملتها عشان خاطركم. فيا رب عودني فيهم خير. انا تعبت كتير والله العظيم، انا تعبت كتير 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 ولسه بتعب. وبرضو يا رب اديني القوة والصبر عشان اتحمل عشان خاطرهم هم. بصوا انا لو ملاحظين كده عندي الاتنين الصغيرين كانوا عمالين يتخانقوا مين اللي يحط الجنديل بتاعه ويعمل. فكانوا عمالين يتخانقوا، ده عايز يعمل وده عايز يعمل. فكان ممكن لو سبتهم كانوا قاموا واتخانقوا مع بعض قدام الكاميرا. فانا قلت لهم طب هات انا اعمل لك شوية وهو شوية علشان ما تحرجهمش. فبس برضو كان كل ما اجي اخده ولد الصغير خالص يفضل يبكي ويقول لي هاتيه. فتعبوني برضو يعني اخر الفيديو. فالحمد لله رب العالمين. بصوا حبايبي انا يعني عليا حاجات كتير والتزامات كتير ويعني بصوا بيطلع لي مطالبات كده وحاجات مطلوبة مني من تحت الأرض ما بكونش عاملة حسابها. وما برضاش أبين قدام عيالي، ما برضاش أشيلهم الهم معايا عشان هم يعني كفاية اللي هم فيه معايا. والله العظيم كتر خيرهم كتر خيرهم. بقول لنفسي أنا هشيل الأطفال هم فوق الهم اللي هم عايشينه معايا. أشيل أنا وربنا يزيح عني إن شاء الله ويفرجها عليا ويوسعها عليا. أنا يعني بصوا عندي يقين في الله كبير وعمره ما خيب ظني فيه أبدا. وكلنا عباد الله يعني، وربنا يكرمنا جميعا وربنا ما بيخيبش ظن عبد فيه أبدا. فأنا برضو مش هبطل أطلب منكم تدعولي ربنا يفرجها عليا ويرزقني ويوسع رزقي عشان بس خاطر العيال دي.